فادي عضلات فيديو جديد النهارده يا جماعه. اول فيديو في رمضان الاول، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم، ربنا يسعدكم دايما يا رب. شوفوا يا جماعه النهارده اول فيديو على القناه. بس عايز اوضح لكم نقطه، ان هنا شوفوا انا جايب النهارده وجبه من مطعم عشان اجربها واقول لكم رايي فيها. بس الفكره كلها هنا يا جماعه ان في القناه المبدا نفسه مختلف شويه. يعني بمعنى ايه؟ الهدف من الفيديو مش تقييم وجبه او تقييم مطعم، او لا، الهدف من الفيديو هو مشاركه شخصيه. يعني بصوا يا جماعه، واضح من اسم القناه يوميات فادي عضلات. انا النهارده في يومي قررت ان انا عايز اجرب حاجه جديده من مطعم ما جربتهاش قبل كده، تمام؟ فبجرب وبشارك معاكم بالتجربه، هل التجربه عجبتني ولا لا. من ضمن التجربه ان انا هقيم الاكل نفسه، بس الفيديو في الاساس مش تقييم الوجبه، الفيديو في الاساس مشاركه شخصيه وكمان تقييم الوجبه. يعني كانه كذا حاجه في بعض. انت مش داخل تتفرج على تقييم وجبه، او مش داخل تتفرج على تقييم مطعم، لا، انت داخل تتفرج على مشاركه شخصيه وكمان من ضمنها تقييم. انتوا فاهمين قصدي؟ عارفين يا جماعه اللي هو زي مثلا لما بتتفرج على قناه فلوجينج، واحد مثلا وهو بيعمل فلوج عدى على مطعم فاكل منه وقال رايه. الفكره مش تجربه المطعم، الفكره دي حاجه انتوا فاهمين قصدي يا جماعه؟ يعني اتمنى بس ان انتوا تكونوا فاهمين فكره تجارب الاكل على القناه هنا مش تجارب اكل لاجل التجربه، قد ما هي مشاركه شخصيه. هل التجربه نفسها عجبتني ولا لا؟ هل ممكن اكرر التجربه دي تاني ولا يعني الوجبه دي في وقت تاني ممكن اجربها تاني، عجبتني لدرجه ان ممكن اجربها تاني، ولا عجبتني مجرد اللي هو خلاص يعني جربتها كده مره وخلاص؟ فاهمين يا جماعه وجهه نظري؟ الاول بس ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه مش مشترك. يلا بينا. بصوا يا جماعه، المطعم اللي انا بجرب منه الوجبه اسمه بحريات اماني الغزنوي. على فكره المطعم ده كنت جربته كتير على القناه الرئيسيه لو تفتكروا، جربت اكتر من حاجه يعني، تمام؟ النهارده الوجبه اللي انا اخترت ان انا اجربها وجبه اسمها المدلعه. ايوه زي ما سمعتوا كده اسمها المدلعه، تمام؟ فعايزين نشوف بقى المدلعه دي هتدلعنا ولا لا، يعني اسم على مسمى بجد ولا لا، تمام؟ ده شكل الوجبه. طب انا يعني بوريها لكم وهي متغطيه. طبعا هو مع الاكل فيه شويه مخلل، تمام؟ زي ما تشوف فيه شويه مخلل وعلبه طحينه واحده صغيره. مبدئيا بس عايز اقول حاجه في النقطه ديت، هي علبه الطحينه صغيره، فمن رايي يعني كوجبه ديت كان مثلا على الاقل يحطوا منها 2 مثلا عشان الواحد ينتعش بالاكل. في حاجات تانية بيحطوا اكتر من علبه طحينه، فدي لو كان معاها اكتر من علبه يعني كان هيبقى افضل، يعني عشان الواحد ينتعش يعني. في رغيف واحد بس هنا مش مشكله قوي، لان هي الوجبه مش معتمده قوي على العيش، بس هي فكره الطحينه هي اللي كان من وجهه نظري اني لو يعني انا شايف لو تبقى اكتر من علبه اكيد طبعا كان هيبقى افضل. رغيف ماشي مش مشكله. طب معلقه بلاستيك، اوكي. تعالوا نفتح العلبه. ده هنا على فكره انا باكل الاكل مش هيبقى باين خالص، الزاويه غريبه مش باينه اصلا، بس كمان الترابيزه دي مش عاليه قوي مش عارف. مبدئيا كده لغايه ما نظبط الدنيا. الترابيزه مش عاليه، الترابيزه مش عاليه للاسف. مش مشكله يعني. بصوا على طبق الاكل يبان صغير قوي، مش انا اللي باين، انا اللي سدت الكاميرا كلها، انما الاكل بس حاجه قد كده. طيب تعالوا يا جماعه نفتح نشوف وجبه المدلعه عباره عن ايه. واو، واضح انها هنتدلع خالص يا جماعه. هي اصلا عباره عن ايه يا جماعه؟ هي عباره عن سيبيا وجمبري وكفته جمبري ولوت. 4 حاجات: سيبيا وجمبري وكفته جمبري ولوت، معمولين على رز مبهر. خدوا بالكم الرز الاصفر ده مش رز بسمتي. رز السي فود ما ينفعش يبقى رز بسمتي. الرز بسمتي بيبقى مع المشويات، بيبقى افضل طبعا مع المشويات، بقى جميل جدا. انما مع السي فود بيبقى رز مبهر، اللي هو رز ابيض بس حاطين له بهارات مخليه لونه اصفر كده. ده معروف، ده رز السي فود لازم بيبقى كده. تعالوا نتفرج على شكل الوجبه من قرب. طبعا هي بارده، هي واصله بارده. يعني لو الزاويه مش واضحه قوي انا ممكن اوريها لكم من فوق. طبعا عارف انتوا بتحبوا الزاويه اللي من فوق دي بتبقى اوضح، موضحه الاكل افضل بكتير. طبعا هنا ده الرز الاصفر زي ما انتم شايفين، بس تحسوا الرز التبهيره بتاعته مش مظبوطه قوي. هتلاحظوا فيه رز ابيض جواه،
يعني هو شكله معمول باستعجال شويه يعني. هنا في دي كفتة، دي كفتة، وفي كفتة كمان اهيت. تمام. وده اللوت، قطع لوت كده صغيرة، هما قطعتين لوت، تلات قطع لوت. تمام. في 3 قطع لوت، كفتيتين و3 قطع لوت. وهنا بقى ده الأكترية اللي هو السيبيا والايه والجمبري. بصوا سيبيا قطعتين سيبيا اهو، وفي قطعة كمان سيبيا، وفي قطعة كمان. يعني بصوا لا دي جمبرية. في كده لغاية دلوقتي ادي 3 قطع سيبيا، وفي كمان قطع سيبيا تاني اهو، لسه في سيبيا كمان. وفي حلو يعني معقولة كمية كويسة. اللي جمبري يعني الجمبري فيه صغير على كبير شوية. بصوا هنا دي تلاقوها كبيرة، وفي المعظم يعني اللي هو جمبري صغير، بس في حبة جمبريات كده تلاقوهم ايه كبار يعني شوية. تمام. مش مظبوط زي ما انتم شايفين، مش اصفر بالكامل. دايما لما كنت بجرب وجبات من بحيرات امان الغزناوي كان الرز بيبقى اصفر، التبهيره بتاعته مظبوطه قوي. يمكن ده بقى استعجال شويه عشان رمضان. انتوا عارفين في رمضان يعني في مطاعم بتبقى ايه، طبعا انتوا عارفين في رمضان انا كان نفسي اجرب الوجبه دي بصراحه في غير رمضان، لان في رمضان نسبة كبيرة من المطاعم بتبقى مستعجلة كده وبتعمل حاجة حتى تحس مش نفس الجودة اللي في الأيام الطبيعية بسبب الضغط بقى وكده. فأنا كنت أتمنى إن أنا أجرب وجبة زي ديت في الأيام العادية، ولكن مش مشكلة يعني، عادي ممكن مرة تانية أجربها لكم في يوم عادي. بس هي الوجبة نفسها كوجبة شكلها بصراحة يحمس، يشهي، شكلها جميل. تعالوا كده بقى ندوق ونشوف. طيب والله يا جماعة أنا أكتر حاجة مضايقاني ان تحس الزاوية بعيدة جدا، يعني الاكل بعيد يعني. والله يا جماعة مش مشكلة، معلش بقى لغاية ما هنظبط الموضوع بعدين. نسيت اقول لكم سعر الوجبة دي كام. هي سعرها 170 جنيه، والتوصيل 30. هما كان التوصيل قبل كده ب25 جنيه، بس هما غلوه بقى ب30، يعني كله 200 جنيه. تعالوا نجرب كده اللوت الأول. على فكرة يا جماعة أنا بحب أوي الوجبات اللي هي بتتعمل في الأطباق دي، اللي هي بتبقى متقسمة كده كذا حتة، اللي هي زي وجبات كويك اللي كنت بجربها لكم زمان. أنا بحب أوي المطاعم اللي بتعمل الوجبات الجاهزة، اللي هي حتى للرز حتى للوجبة، حتى بحب أوي كده. وعلى فكرة انتوا عارفين من وجهة نظري لو كانوا يشيلوا كيس المخلل ده ويحطوا بداله طحينة كان أحسن، لأن المخلل مع الأكل الغداء، المخلل بيبقى حلو مع الفطار. ده يا جماعة يعني دي أنا رأيي الشخصي واللي أنا بحبه، إن المخلل بحس بطعامته مع الفطار. تاكل كده السندوتش الجبنه او ايا كان السندوتش اللي بتاكله، بعد كده تاكل مخللايه او تحط المخلل جوه السندوتش، هتستمتع جدا. لكن المخلل مع الغدا مش بحسه مش راكب بصراحه. هي اذواق، ممكن الناس يكون بتحب المخلل على الغدا. اكتبوا لي رايكم في الكومنتات، هل بتحبوا المخلل مع الغدا ولا مع الفطار ولا مع كله؟ انا ان كان عليا حتى الفطار مش عايز اكل معاه مخلل بصراحه يا جماعه. المخلل بيبقى في اغلب الوقت طبعا مشطشط جدا، فاللي هو ايه، طب انت بتاكل سندوتش كده ومنسجم بيه وتلاقي بقك ولع مش مستمتع. بحس ان المخلل اصلا بيبوظ لو المخلل مشطشط بحس ان بيبوظ التجربه اساسا، بيبوظ استمتاعك بالاكل اساسا يعني.
بصوا دي اللوتايه، هي قطع لوت صغيره، قطع صغيره من اللوت. طلع لي شوكه لوت، اللحم بتاع اللوت اهو. على فكره بالمناسبه انا من اكتر الاسماك المقليه اللي بحبها جدا. انا بحب طبعا انواع كتير وجربت لكم هنا على القناه انواع كتير، البربوني والغطيان واللي بس اكتر نوع بحبه هو اللوت. بعشق اللوت ليه؟ بقى سمك فيليه كده تخين، جزل تخينه كده تستمتع. هو برضك خدوا بالكم والفوارخ، لان الفوارخ طبعا انتوا عارفين موسم البطارخ لما بيقرب يخلص، او مش لما بيقرب يخلص، يعني موسم البطارخ لما البطارخ بتكبر قوي 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 بيقوموا يفرغوه بقى من السمك، ويبيعوا السمك فوارغ ويبيعوا بقى البطارخ لوحدها. فالفوارغ دي بتتقلى تقطع جزل، بتبقى رهيبه جدا يا جماعه، بجد بجد. الرز بصراحة هو اللي مش مستمتع بيه، لأنه للأسف معمول باستعجال يعني. بصوا حتى الرز لو تلاحظوا فاهمني مش كله أصفر بالكامل. وأنا عمري على فكرة عمري ما جربت وجبة من بحرية أمان الغزناوي كان الرز كده، دي أول مرة، بس هو غالبا استعجال بسبب رمضان يعني، ضغط طيب تعالوا بقى نجرب الايه، الكفته. كفته الطحينه مشطشطه على فكره يا جماعه، من الحاجات اللي مضايقاني برضو ان كذا مره يحصل الموضوع ده، ان بتبقى الطحينه مشطشطه جدا. طب انا بهرب من المخلل عشان هو مشطشط، اقوم البس في الطحينه المشطشطه كده عملنا ايه. واضح واضح ان اصل في مطاعم يا جماعه بتعمل ايه، يقول لك ايه معظم الزباين بتحب الحاجه مشطشطه يبقى يلا، يعني مثلا ايه معظم الزباين بتطلب الطحينه مشطشطه يبقى نعملها مشطشطه وبس. في كده، في بيعملوا كده، واخدين بالكم؟ ف بس انا بصراحه بتضايق من الحركه دي، لان الطحينه المشطشطه مبوظه التجربه. يعني انا دلوقتي كنت عايز، انتوا عارفين طبعا ان انا من النوع اللي بحب احط الطحينه على الاكل كده واستمتع. دلوقتي مش عارف ليه، لان الطحينه مبوظه الاستطعام بتاع الاكل بصراحه. دي كفتة الجمبري يا جماعه، سبع كفته ورفيع رفيع. لا مش هكمل طحينه، بوظت لي الكفته. عارفين الرز من كتر ما البهارات بتاعته قليل، يعني مش مبهرينه صح، تحس قالب على طعم الرز الابيض، كانك بتاكل رز ابيض، التبهيره مش باينه عشان مش كامله، فاهمني؟ بس كفتة الجمبري حلو. تعالوا بقى ايه نجرب السيبيا بقى. بصوا حتة سيبيا حلوة اهي. بالحق يا جماعة اكتبوا لي في الكومنتات، بتحبوا السيبيا اصلا تكون اللي هو بالطريقة دي متقطعة شرايح، ولا السيبيا كسيبيا كاملة؟ انا عن نفسي بحب الاتنين يعني. مش عايز اكل طحينه تاني بقى، بوظت بصراحه يا جماعه الزاويه مش حلوه خالص، مش حلو، مش انا زعلان. اكيد هلاقي حل للموضوع ده ان شاء الله.
شوف السبيع. الجمبري بقى يا جماعة، هو الجمبري مش كله بالحجم ده زي ما بقول لكم، هو ده كام واحدة كده اللي حجمها يعني يعني هو كله جمبري صغير، مفيش بس الا كام واحدة كبيرة شوية. تمام، انما كل الباقي صغير خالص. دي قطعة اللوتة التالتة. مش عاجبني بس نقطة في الجمبري، ان الجمبري في كتير منه صغير قوي لدرجة تحس بالقرمشة اكتر من الجمبري، يعني تحس انتوا فاهميني، تحس بالقرمشة بتاعت البانيه اكتر من طعم الجمبري نفسه من كتر ما هو صغير. فاهميني؟ لكن السيبيا كويسة. دي اخر صباع كفتة جمبري.
شوفوا بقى، فكرة الوجبة جميلة، ان يبقى فيها جمبري وسيبيا ولوت وكفتة جمبري ورز مبهر. فكرة حلوة واحب ان انا اجربها تاني، ولكن مش في رمضان بصراحة، لان الرز مش متظبط. الرز ده مش متظبط خالص. كمان الجمبري زي ما بقول لكم كان في منه في حبة كتار، كان جمبري صغير، فما استمتعتش بيه يعني. الاكل نفسه الاكل نفسه جاي بارد، بس الفكره نفسها كفكره، الكونسبت نفسه فكره وجبه المدلعه، لا فكره حلوه، والوجبه حلوه تشبع يعني، وجبه لذيذه يعني. التجربه نفسها حلوه مش وحشه، ولكن مش مكتمله، مش مظبوطه، عشان بالواضح كده ان هم عشان ضغط رمضان مستعجلين شويه. فانا اتمنى اجرب التجربه دي تاني، يعني انا نفسي اجرب الوجبه دي تاني لان عجبتني فكرتها قوي. اتمنى ان اجربها في وقت تاني، بس في وقت تاني بقى غير رمضان، في الايام العاديه، لان اعتقد في الايام العاديه الوجبه دي هتبقى احلى من كده بكتير. دي كانت التجربه بتاعت النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. استنوا فيديو جديد.